المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وساكنة محاميد الغزلان وكل يعني الحاضرين ذكرى من أعز وأغلى ذكرياتنا الوطنية، ألا وهي الذكرى 67 للزيارة الميمونة التي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس إلى هذه الربوع المجاهدة في 25 أبريل من سنة 1958. هي ذكرى نستحضرها من أجل استحضار بطبيعة الحال ما قام به الآباء والأجداد من تضحيات جسام في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال والوحدة. هي مناسبة كذلك للتذكير بأن مسار الكفاح هو مسار مرير وصعب وشاق، على اعتبار أن المغرب كان موزعا إلى مناطق نفوذ، منطقة السلطانية في الوسط، المنطقة الخليفية في الشمال والجنوب، منطقة طنجة الدولية إلى غير ذلك، مما صعب أو جعل من عملية المقاومة وتحرير البلاد عملية جد صعبة لولا انخراط أبنائها المتشبعين بالروح الوطنية. هي كذلك مناسبة تم فيها تكريم مجموعة من المقاومين وأعضاء جيش التحرير برورا وعرفانا لما أسدوه من أيادي بيضاء وخدمات جلة لفائدة لهذا الوطن للدين والوطن والعرش. هي مناسبة كذلك تم تسليم فيها إعانات مالية كإسعافات اجتماعية على مجموعة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير الذين هم في حالة عسر اجتماعي. هي مناسبة كذلك لاستخلاص الدروس والعبر وبطبيعة الحال استحضار ما تزخر به الذاكرة الوطنية والمحلية من كنوز ومن حمولات رمزية ومن مضامين ينبغي علينا كل من موقعه أن نمررها ونشيع مضامينها وقيمها في صفوف الناشئة والشباب والأجيال الحاضرة والمتعاقبة من أجل أن تحصين هوية هؤلاء وزيادة في منسوب الانتماء الوطني، وكذلك من أجل أن نخلق مواطنين منخرطين بكل طوعية وتلقائية وإرادية في الأوراش التنموية المفتوحة في جميع المجالات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة واقتدار وتبصر وبعد نظر. هذا واحد من بناء المحاميد الغزلان، محمد بن عبد الرحمن الكنيان النعماني من قبيلة عريب، ومع القبائل اللي كلها هي عندنا هنا من الرقابي حتى البطحة أعطت البيعة هنا، ومن قبائل أخرى جات عندنا من كل فج عميق، من قليميم حتى التافيلال. من بعد جاء محمد الخامس رحمة الله عليه سمى على هذه البقعة الطاهرة باب الصحراء. من بعد ولا الحسن الثاني سمى على قليميم باب الصحراء في أيام المسيرة، وإحنا من الناس اللي مشينا لها. من بعد جاء عندنا هنا محمد الحسن الثاني ثانيا، ولا جاء عندنا محمد السادس الله يطول في عمره، جاء عندنا في 2005 ولقى الخطاب حتى هو هنا، والملوك بثلاثة خطبوا في هذه البقعة الطاهرة. وإحنا كنحبوا الشعب المغربي وهو كيحبنا، وإحنا كلنا مغاربة، وكنسلم على المغاربة من طنجة للقويرة، والله يعاونهم ويعاون المجاهدين وينصر الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.